مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة تحت عنوان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتحدى المغرب ويستقبل زعيم جبهة البوليساريو ذات الخلفية الشيوعية. جبهة البوليساريو كما نشاهد اللي هي بتسيطر هنا المغرب وهنا الجزائر. جبهة البوليساريو بتسيطر على الشريط الأصفر، هذا في قوات متحدة، وطبعا كما نشاهد هي بتحارب المغرب وبتقتل من الجيش المغربي. ومفروض ان احنا مسلمين يعني لا نتقاتل فيما بيننا، وحتى يعني لو كافر مسالم خلاص لا نحاربه. لكن للأسف الشديد انه النظام الحاكم في الجزائر بيقوم بتسليح هذه الميليشيا الانفصالية كي تقتل المسلمين في المغرب. طبعا لا يستطيع ان يفعلها مع دولة أوروبية، كانوا وضعوه فورا على قوائم الإرهاب، لا يجرؤ، هو فقط طالما مسلمين فدمهم رخيص يعني للأسف الشديد. تعالوا نبدأ ونرى هنا في قناة الحرة زعيم البوليساريو يلتقي الرئيس الجزائري وينتقد العرقلة المغربية، وهنا الصور كما نشاهد. هنا الرئيس الجزائري وهنا زعيم جبهة البوليساريو ذات الخلفية الشيوعية. وبعدين يا للعار نجد علم الجزائر وهو علم دولة، ونجد علم هذه الميليشيا الانفصالية مرفوعا بجوار علم الجزائر، وهذا عار، هذا عار للأسف الشعب الجزائري لا يرضاه ولا يقبله. ولكن الجزائر الآن مختطفة من قبل جنرالات فرنسا الذين يحكمون الجزائر، وهذا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعني هو وافق على هذا أم أجبروه؟ يعني أنا أقول له أنت رئيس الجزائر والشعب الجزائري انتخبك، لا ترضى لنفسك أن تكون رهينة لمجموعة من الجنرالات بتوع فرنسا، اعزلهم، أنت رئيس الجمهورية وفي يدك هذه السلطة. لكن ما يحدث هذا تصعيد من جنرالات فرنسا تجاه المغرب، الهدف تقسيم المغرب، وإن المغرب والجزائر تشتعل بينهما حرب، وبالتالي تنهار المغرب وتنهار الجزائر، وتأتي فرنسا لتلتهم الفرستين الجزائر والمغرب. وهنا الصورة الثانية الرئيس عبد المجيد تبون، وبعدين يجلس زعيم هذا الميليشيا، وبعدين نجد أنه أتى برئيس الوزراء وكأن هناك لقاء رسمي، يعني الناس بتمثل يا جماعة. وفي الخلفية انظروا صورة لمجموعة من المسلمين الجزائريين وهم يعني يدعون الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هل في الإسلام أن احنا نقسم البلد الواحدة؟ وإذا كانت المغرب سيئة يا سيدي اتفضل الجزء الخاص تحت سيطرة البوليساريو ضمه عندك في الجزائر، ده ثلث الأرض ضمه عندك في الجزائر. المغرب وحش يا سيدي، ملك المغرب وحش، أعطي الجنسية الجزائرية للناس الصحراويين اللي موجودين عندك، أعطوهم الجنسية الجزائرية. هو قديما لا كان في جنسية جزائرية ولا مغربية ولا كلام من هذا القبيل. طبعا هنا الخريطة كما نشاهد الجزائر موجودة هنا، المغرب هنا، وبعدين هنا إيه يا جماعة؟ هنا المنطقة اللي مظللة باللون الأصفر دي أراضي تحت سيطرة جبهة البوليساريو، ودي من أخطاء المغرب إنها تركتها. يعني جاءت قوات من الأمم المتحدة وقالوا حفظ السلام، سيطروا على هذه الأرض، وبعدين الميليشيا الانفصالية. وبعدين لو نلاحظ في أسفل الصورة من الأسفل هنجد هنا كده شريط أصفر يعني 5 كيلو متر. الجيش الجزائري كان بيقطع بين موريتانيا والمغربي، الجيش المغربي يعني شكرا له قام بالسيطرة على المعبر اللي هي المنطقة اسمها الكراكات، ليته سيطر على كل هذه المساحة. وأنا بقول إما هذه الأرض تأخذها المغرب أو تأخذها موريتانيا أو تأخذها الجزائر، ويستوي عند البلدان الثلاثة. يعني السؤال هنا لما ندقق في هذه الخريطة يا جماعة، الجزائر هي في شمال الجزائر كده بلد اسمها اسبانيا، حضراتكم شايفين اسبانيا؟ طبعا هو الرئيس الجزائري او المجموعه الحاكمه في الجزائر يقولون احنا بنعمل تقرير مصير. طيب في بلد هنا اسمها اسبانيا اهي، واسبانيا دي بتحتل منطقه او مقاطعه اسمها كاتالونيا، ادي كاتالونيا. وبعدين الاخت كاتالونيا الشعب الكتالاني هذا عمل استفتاء رسمي واعلن استقلاله واعلن جمهوريه كاتالونيا. العجيب بقى انه النظام الحاكم في الجزائر رفض الاعتراف بها. لماذا يا عم؟ ده حق تقرير المصير وجارتكم والله، يعني كاتالونيا جارت الجزائر اهي، جارتها من البحر، فانتم المفروض تعترفوا بكاتالونيا وتفتحوا السفاره الكتالونيه في الجزائر وكلام من هذا القبيل. لكن جنرالات فرنسا يخافوا اسبانيا تشبشب لهم، فرنسا تشبشب لهم، واذا بكل الدول الاوروبيه والامريكيه تقول حق تقرير المصير تصمت تماما. لكن لما يكون الامر يتعلق بتقسيم بلد مسلم تجد جنرالات فرنسا في الجزائر ايوه حق تقرير المصير في المغرب. طب حق تقرير المصير في اسبانيا، يقول لك هي اسبانيا دينها ايه؟ مسيحيه؟ لا خلاص، لا احنا هنقسم بلد مسيحي، ده احنا اولادهم وحبايبهم يا جماعه. انما لو المغرب مسلمه خلاص نقسم الايه؟
المغرب. فأنا بقول لهم لو عندكم الشجاعة في كتالونيا جارتكم اعترفوا بها. لو جنرالات فرنسا وشنقريحة رئيس الأركان بتاع الجيش الجزائر. هنا في البي بي سي في شاب كتالاني اسمه بابلو هاسل. بابلو هاسل اللي هو هذا، وده اعتقلته الشرطة الإسبانية. هاسل ده مغني راب، راجل مغني يعني، ما هوش بتاع تنظيم كده ولا كده يعني، الذي دخل السجن في إسبانيا بتهمة إهانة النظام الملكي وتمجيد الإرهاب. ده بابلو ده عامل إيه؟ حضرته عامل قناة على اليوتيوب، ادي قناة بابلو هاسل فيها 107,000 مشترك. طبعا رقم كبير بالنسبة لكتالونيا، كتالونيا دولة صغيرة أو مقاطعة صغيرة يعني. فهو شيوعي، وسبحان الله تجد الشيوعيين في اسبانيا يطالبون بتقسيم البلد، والشيوعيين في المغرب والجزائر ايضا يطالبون بتقسيم البلد، حيث تجد الشيوعيين تعرف الدم والدمار والتقسيم. فهنا هو بابلو ده يعني اتجاهاته الشيوعية، وحضرته طبعا ادي من ضمن الاغاني اللي هو عاملها، وطبعا بيتكلم بقى عامل حاجات بقى تخصهم يعني، وادي جيفارا والكلام ده بتاعه، واغاني الراب والافلام دي كلها والمطرقه والكذا. والعجيب انه في بلاد اوروبيه وده عالم الشيوعيه. المهم، فبابلو ده بيدعو لايه؟ لانفصال كتالونيا. راحت الشرطه الاسبانيه القت القبض عليه، وهنا بابلو ده في فيديو اخر. المهم، بابلو له شعبيه كبيره عند الجماعه الكتالان، اعتقلوه رموه في السجن. اين منظمات حقوق الانسان؟ الخارجيه الامريكيه لم تقلق على بابلو. مفيش تقرير مصير؟ الان يرسلوا قوات حفظ سلام بين كتالونيا وبين اسبانيا كما فعلوا بين المغرب والبوليساريو؟ لا، ده عندك انت ان في قوات حفظ سلام ومبعوث متحده والكلام ده، لان نحن بلاد محتله. فيحدث ادي بابلو يا سيدي، ولا حد تضامن مع بابلو ولا عبروا الاخ بابلو. المهم، هنا تعريف في ويكيبيديا بالبابلو، وهو ادي اسمه بابلو هاسل، وده مغني راب اسباني، ادي هاسل اهوت. وهنا ذكروا انه تفكيره والتزامه السياسي شيوعي، وميزه ذلك عن غيره من الفنانين الاسبان، لكن لا يوجد مصدر. لكن كما نشاهد هو الولد في الفيديوهات بتاعته واضح الاعلام الشيوعيه بكل وضوح. طيب، اكتفى التصعيد من قبل جنرالات فرنسا في الجزائر تجاه المغرب عند هذا الحد؟ لا. حضرتهم هنا في صحيفه القدس العربي، ده خبر من فتره في صحيفه فرنسيه اسمها جون افريك، وجون هو اسم يوحنا اللي هو القديس المسيحي يعني. فتقريبا يعني، والاخوه اللي بيفهموا فرنساوي صححوا لي ان جون افريك يعني افريقيا اليوحنا، او يوحنا هيبشر في افريقيا او حاجه زي كده يعني. فهو تقول الصحيفه لهذه الاسباب اختير الجنرال محفوظ رئيسا للاستخبارات الخارجيه الجزائريه. وهنا شنقريحه رئيس اركان الجيش الجزائري، والاخ الجنرال محفوظ عينوه رئيس الاستخبارات العسكريه الخارجيه. فطبعا رئيس الاستخبارات العسكريه الخارجيه ده مفروض حضرتك يحمي الجزائر من الاخطار المحيطه، الجيوش المحيطه. مين الجيوش المحيطه بالجزائر؟ ما هو اي جيش محيط ممكن يعتدي علينا. ممكن الجيش المغربي فهو يتجسس على الجيش المغربي، ممكن الجيش الاسباني، المفروض ان حضرته لديه خبرات قتاليه ولديه جواسيس في الجيش الاسباني. فرنسا هنا ممكن فرنسا تعتدي علينا، يكون عنده جواسيس في الجيش الفرنسي. ايطاليا ممكن تحتلنا، وتاريخيا البابا في ايطاليا شن حملات صليبيه على الجزائر يعني ايام خير الدين بربروسا. تونس غلبانه يعني، وليبيا غلبانه. المهم، وفي امريكا بقى القواعد الامريكيه والجيش الامريكي. فمفروض انا كرئيس للجمهوريه او كقائد للجيش شنقريحه بقرا الجيوش المحيطه به، والجيش اللي ممكن في وقت ما تهجم على بلدي. فمفروض يكون لي فيها عيون وجواسيس، وتكون بقى بتكلم عن حرب الفضاء والكواكب والليزر والاسلحه النوويه والكلام ده. والجزائر بجوارها دوله نوويه اللي هي فرنسا، وفرنسا احتلت الجزائر يعني كما عرفنا يعني. نفاجأ لما نقرأ في السيرة الذاتية لهذا اللواء، عار والله عار. تعالى بقى بيقول لك ايه يا سيدي؟ قالوا ان الراجل ده اسمه نور الدين المقري، الرئيس الجديد للاستخبارات الخارجية للجزائر، وهو ملقب بمحفوظ البوليساريو بحكم خبرته في الملف الصحراوي، وان الراجل كان شغال كل مهمته في صحراء الجزائر اللي هي صحراء دي في المنطقة دي، يعني هو شغال هنا حضرتك. دي كل خبرته. كل قعدت تقرا البتاع قال لك ايه؟ ان المال جنرال المتقاعد محفوظ بملف الصحراء الغربيه، والذي تابعه بشكل مباشر لا سيما من خلال اقامته الطويله في تندوف بالقرب من الحدود الجزائريه المغربيه. تندوف هنا تندوف هنا اهو. اكسبه احيانا لقبه محفوظ البوليساريو، ويحظى بتقدير كبير من قاده البوليساريو، كما انه يحظى بتقدير الوسط الدبلوماسي الذي تعاون معه. يعني ايه خبرته في الحروب؟ خبرته انه هو يعرف مثلا البوليساريو عندها كام جمل،
وكل جمل مخلف كم ناقة ولا كم معزة ولا كم حلي ولا وبعدين فلان مهم البوليساريو عنده كم جمل أو كم ناقة يعني، ومتى يحلبها، والبندقية اللي بيركب بقى على الجمل، وهنشن الغارة بالجمال على أو عربيات الدفع الرباعي دي تويوتا دي على إيه؟ على الساتر الترابي اللي هو موجود هنا بين الجزائر وبين المغرب. ادي الحروب بدائيه، يعني حرب، يعني هو خبراته في الحياه العسكريه كلها حرب داحس والغبراء. حروب بدائيه، ميليشيا ليس عندها دبابه واحده ولا طائره واحده ولا مضادات دفاع جوي ولا اقمار صناعيه ولا غيره، بقى رئيس المخابرات بتاع الجزائر، المخابرات الخارجيه. ونحن في حرب النجوم وحرب الكواكب والليزر والطائرات المسيره والموجهه والاقمار الصناعيه، والجماعه دول جايبين واحد دي كل خبرته. كنت هاتوا واحد يعني اشترك مثلا في بين اوكرانيا وروسيا، هنقول يعني على الاقل راى تسليح الجيش الروسي والمعارك التي تدور في اوكرانيا، ولا راح سوريا شاف المعارك بتدور بين الاتراك وبين الروس وبين الامريكان يعني يكون شاف الدنيا من اعلى، يعني الحروب الجيوش الحديثه يعني، انما حروب الغنم والمعيز في الصحراء. طيب ختاما احنا بنهدي هذه الخريطه للرئيس الجزائري والجنرالات فرنسا. تعالى في هنا بلد اسمها قبرص، ادي قبرص اهي، وقبرص حضرتك مقسمه، قسم شمالي بيسكنه المسلمون الاتراك ودول اعلنوا نفسهم جمهوريه والعالم كله رافض يعترف بهم، وقسم جنوبي يسكنه اللي هم المسيحيين اليونان ودول اللي هم قبرص اليونانيه. الجماعه الاتراك الشماليين عملوا تقرير مصير وقالوا نحن دوله مستقله. امريكا رفضت تعترف بهم، فرنسا، كل دول العالم، بل أي دولة تعترف بقبرص التركية على طول يفرضون عليها عقوبات، ولا طيران ولا مطار. فإذا حضرتك بتعترف بأنه هذه الميليشيا دولة، فتفضل اعترف بقبرص التركية. أنا بقول لجنرالات فرنسا لو أنتم رجالة فعلا وبتتكلموا عن تقرير مصير، اعترفوا بقبرص التركية أو اعترفوا بكتالونيا الإسبانية. لو اعترفتم بأي منهما دولة وفتحتم لها سفارة، سأعتذر لكم وأحني رأسي. هعتزل مهنة الإعلام ولا تزعلوا نفسكم. إيه رأيكم بقى؟ وادي تسجيل بالصوت والصورة. اتفضلوا افتحوا سفارة لقبرص التركية عندكم أو افتحوا سفارة لكتالونيا، بس قبل أن تعترف بها الدول الأوروبية، يعني لا تنتظروا حتى يأتي تعليمات من الدولة العميقة في أمريكا لمستعمراتهم في أوروبا اعترفوا بكتالونيا فتبدأون أنتم في الاعتراف وتأخذون حبوب الشجاعة. لا، ابدأوا الآن. أنتم تقولون نحن نعترف بالصحراء لأن هذا تقرير المصير ومبدأ لا يتجزأ ومبدأ يتجزأ والكلام التافه ده. فورونا بقى الكلام التافه بتاعكم طبقوه على قبرص التركية وكتالونيا الإسبانية. أقول للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: أنت بذلك تطعن المغرب بخنجر من في ظهرها وتطعن الجزائر أيضا، لأنه غدا هيطلع لك شوية عيال هنا ويقول لك احنا عايزين نعمل دويلة مستقلة في مش عارف مدينة ايه، وبعدين يطلع لك شوية عيال هنا يقول لك احنا عايزين نعمل دولة وتقرير مصير، وبعدين يطلع لك شوية عيال هنا يقول لك احنا عايزين تقرير مش عارف بتاعي، وبعدين يطلع لك والمخابرات الفرنسية هتقعد تسلح لك مجموعات وكل مجموعة تقول لك تقرير المصير تقرير العفريت، وهي فرنسا نفسها ما بتعملش تقرير المصير، عندها كورسيكا وفرنسا رافضة تعمل لها تقرير المصير ورافضة تعترف باللغة الكورسيكية. وانت بتعمل ازدواجية لغة ليه في البلد عندك؟ لما احنا بنقلد فرنسا في كل حاجة، لماذا لم نقلدها في ان اللغة تكون لغة واحدة؟ ولماذا لم نقلدها في مسألة ان احنا نرفض تقرير المصير؟ نحن نقلد فيها فيه فسادنا، ولما يكون التقليد ده فيه صلاحنا لا نقلد، نقول لا لا لأن السيرة خلفه. تعليمات السفارة الفرنسية. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وأرجو منكم الاشتراك في القناة والضغط على الزر. رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو. هنا قائمة بالفيديوهات الوثائقية والتاريخية أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ. هنا مذكرات خير الدين بربروسا رحمه الله، القائد العثماني المسلم الذي حرر الجزائر. انظروا كيف كان الخونة يطعنونه في الظهر. انظروا كيف أن القتال بين المدن الجزائرية هي التي أدت إلى سقوطها في يد الأسبان، وهو ما يتكرر اليوم. إشعال صراع الممالك، ملوك الطوائف كما جرى في الأندلس، يريدون إشعال الحروب بين ملوك الطائف هذه الأيام، حرب بين تونس وحرب بين المغرب وحرب بين الجزائر ومصر والسودان وحلايب وشلاتين. فأنا بجد ناس أجسام رجال فيها عقول أطفال، عقول أطفال. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.